أثارت نتيجة الاستطلاع الأخير لشركة إبسوس لبحوث الرأي موجة من الغضب في القنوات الفضائية المصرية، حيث أكد الاستطلاع على حصول قناة الجزيرة مباشر مصر على المرتبة الثانية من حيث نسب المشاهدة بين القنوات الإخبارية جميعا. وشنت القنوات المصرية حملة قوية ضد الشركة. الزميلة دعاء الشامي رصدت المزيد في ضوء التقرير التالي. وقد حررت القنوات الإعلامية محاضر ضد الشركة بقسم دار السلام بالقاهرة، حيث أحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق. حملة إعلامية شرسة شنتها قنوات فضائية مصرية على شركة إبسوس لبحوث الرأي لمجرد إعلانها تفوق قنوات عربية على القنوات المصرية في نسب المشاهدة وفق آخر استطلاع رأي لها. التقييم اللي بتحطه شركة إبسوس لأن شركة دولية، التقييم اللي بتحطه على أساسه بتترسم خريطة الإعلانات في مصر. اتهمت القنوات المصرية الشركة بتهديد الأمن القومي والتلاعب في نتائج الاستطلاعات. قررت الجمعية التأسيسية بالإجماع عدم تجديد تعاقدات القنوات المؤسسة مع مؤسسة إبسوس الأجنبية لبحوث نسب المشاهدة، وفسخ التعاقدات التي كان بعض الأعضاء قد قام بتجديدها معها. وتحتل قناة الجزيرة مباشر مصر المرتبة الثانية بين القنوات الإخبارية حسب استطلاع ديسمبر. نتيجة الاستطلاعات الدورية التي كانت تجريها الشركة لم تكن مستغربة أو مستهجنة من قبل، ففي استطلاع شهر نوفمبر الماضي والذي احتلت فيه قناة الحياة المرتبة الأولى وتلتها الCBC، وحينها لم يشكك أي من مسؤولي تلك القنوات في النتائج. الشركة دي هي شركة كبيرة وعالمية ومحترمة. ولما يكون في شركة واحدة بقى يا محمود بتتحكم في ميزانية المعلنين في التلفزيون اللي وصلت إلى 1.5 مليار جنيه. تهديد الأمن القومي المصري هو الشعار المعلن لمهاجمة إبسوس رغم عملها في مصر منذ سنوات عدة، ولكن الهدف الحقيقي أعلنه مسؤول القنوات. مفيش فلوس جاية لك مصر، ماشي. طيب الحاجة التانية إنه كل القنوات دي هتشتغل بالنسبة اللي باقية لكم، يعني انتوا كده مع بعض كده العبوا، انتوا 10 11 قناة العبوا مع بعض، قسموا مثلا لو احنا هناخد 40% ولا 50% انتوا قسموا مع بعض الباقي. طب معناه ده انه القنوات دي كلها يا تقفل يا تفلس، يا الاخطر انه القنوات دي ما يبقاش في قناة مصرية. شكك في النتائج والجأ للقضاء وشغل ماكينتك الإعلامية، طرق انتهجتها الفضائيات المصرية في محاولة إنكار حقيقة أن المشاهد يستطيع الاختيار بكبسة زر، ويبقى الهدف الحقيقي من تلك الحملات مرتبطا بجيوب أصحاب القنوات وحساباتهم البنكية. يا جماعة الرسائل دي بتأكلنا، يعني لولا الرسائل دي القناة كانت زمانها وقفت من زمان. وبعدين أنا لا أخفي عليكم سرا إن أنا ما عدتش قادر ماديا، الحقيقة الأمور قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس.